لكنه توج مع الاهلي بهذه البطوله، والتسديده تاتي الان من جانب فاخر لاكي، مرت الى اعلى المرمى. كان في الامكان افضل مما كان من جانب فاخر لاكي، كان ممكن يركن عن الاجيال الذهبيه لمنتخب البرتغال. كره في الامام لمازيمبي، عرضيه لكن سهله في متناول الشناوي. يمسك رمضان من جديد لفخر لاكي، تسديده خارج المرمى من جانب الجنوب افريقي، غريبه وعجيبه من جانب الجنوب افريقي. مره اخرى يسدد بقوه بدون التركيز. محاولة مرور، مطالبة بركلة جزاء، تسديدة قوية. واخطر هجمات الفريق الكونغولي اتت من فقدان لكرة على اليمين بكل سهولة، لكن برافو، لعبها بالقدم اليسرى. عبد الله يلعبها لكن خارج المرمى. لعب كرة عرضية، وادي استلام من رمضان، والتسديدة فين من رمضان صبحي بعد ما يأهله اللعب كريم حافظ في منتهى الروعة، لكن ضيع رمضان اول فرصة خطيرة لفريق بيراميدز في هذه المباراة. استلم فيستون مايلي تحت ضغط وعاد، ولعب كرة عبد الله، يلعبها عبد الله. مايلي استلام يصنع الفارق يا مايلي الاستلام يا مايلي. لم يستلم هذه التمريرة فيستون مايلي لعبها له جميل عبد الله السعيد، متواجد في دور المجموعات الفريق البوتسواني. هذه تمريرة وانفراد، مش ممكن يا فيستون مايلي تهيأت الكرة امامه، كان ممكن يراوغ الحارس ويسجل بكل سهولة، لكنه بيضيع اسهل، بيدي حق للحارس ان هو اللي هيسدد، لكن عبد الله بيشوط لكن في الحائط ترتد بضربة راس. هيتوقف 1 على 1، يلعب كرة عرضية، فيستون مايلي يتركها، تسديدة، جول ياتي الان لبيراميدز. الله يا مايلي، الله على التسديدة من جانب اللاعب فاخر لاكي يوقع على اول اهداف فريق بيراميدز في دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا، واول هدف ياتي الان في دور المجموعات في هذه النسخة من هذه البطولة هنا في استاد الدفاع الجوي. بيراميدز 1 ومازيمبي لا شيء. جميلة اللعبة من بدايتها، التمريرة اللي مرت على طول على الجهة اليمنى، والعرضية من جانب الشناوي وبقية اللاعبين، تسديدة لكن يمسك الشناوي، الزحمة ترجع لعبد الله. رمضان. السلام عليكم، بسم الله نبدأ. مرحبا يا شباب. هنتكلم النهارده عن ماتش بيراميدز ومازيمبي في بطولة أبطال أفريقيا. بيراميدز صاحب المشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، ومازيمبي صاحب ال27 مشاركة وصاحب التاريخ الطويل جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. المباراة على مستوى اللعب مفيش فيها متعة، شوط سلبي أول، مفيش متعة في الأداء، مفيش قوة، مفيش ندية. على مستوى الشوط الأول بدأ باتشيكو بتشكيل أنا من وجهة نظري الشخصية غريب إلى حد ما. غريب بأن هو بيلعب بعبد الله السعيد 8 قدام الدايرة، وده أفقد بيراميدز جزء من خطورته. بيلعب برمضان صبحي في العمق، وسايب كريم حافظ قدام محمد حمدي في الناحية الشمال. فتيجي تشوف الماتش من ناحية بيراميدز صاحب الأرض أو مازيمبي الضيف، هتلاقي ان النهارده في سر الجبهه اليمين. سر الجبهه اليمين ان معظم هجمات بيراميدز كانت من الناحيه اليمين عن طريق الشيبي، واللي كان مايل ناحيته شويه فخري لقاي، او سر الجبهه اليمين من فريق مازيمبي من ناحيه اللاعب بتاعهم اللي هو اسمه كايتا اللي كان بيلعب على محمد حمدي. بيراميدز كان بيلعب باداء متحفظ جدا، مش عارف يبني الهجمه. الشناوي لما كانت بيبقى معاه الكوره سواء في ضربة المرمى أو في بداية اللعب كان بيحطها لأسامة جلال أو لأحمد سامي، وسرعان ما بتخرج الكورة طولية بالونية. يعني بيراميدز ما قدرش يشكل أي خطورة تماما، بس بعكس فريق مازيمبي اللي جاي وهو عارف إن الدوري المجموعات مش فائز وخسران. دوري المجموعات هو مرحلة جمع النقاط، يعني إما كنتش أقدر أكسب بيراميدز صاحب المشاركة الأولى هنا على أرض وأحصل على 3 نقط، اقدر على الاقل اخرج ببونت يساعدني في جمع اكبر عدد من النقاط عشان اوصل للادوار النهائيه. مازيمبي كان بيضغط ضغط عالي جدا، بيفقد لعيبه بيراميدز خاصه الخط الدفاعي ان هم يتصرفوا في الكوره بشكل كويس، فكانوا بيضطروا يشتتوا الكوره
او بيرجعوها لاحمد الشناوي اللي بدوره هو اللي بيقوم بتشتيتها طوليه بالونيه. قليل اما بيكون بيقابلها لعيب من لعيبه بيراميدز ويستحوذ عليها. وعلى الجانب الهجومي لفريق بيراميدز كان صعب عليهم جدا جدا اختراق الدفاعات المازيمبيه. حقيقي ما كانوش قادرين يخترقوا الدفاعات ولا من العمق ولا من ده، وده بسببين. السبب الاول تضييق المساحات وحسن التقفيل بالنسبه لفريق مازيمبي، وان خطوره عبد الله السعيد مش موجوده، فمش قادر رمضان صبحي اللي خطورته على الجنب فمش قادر يقوم بالدور القوي مكان عبد الله السعيد بالشكل الامثل. فانا شايف ان عبد الله السعيد لو تقدم لقدام وخد المكان بتاعه اللي هو في مرحله النهائيات اللي هو قدام منطقه جزاء مازيمبي، ورمضان صبحي طلع على الطرف تاني، حقيقي هيقدر بيراميدز يشكل الخطوره اللي هو عايزها. انما حته كريم حافظ على الجنب مكان رمضان صبحي، ورمضان صبحي في العمق مكان عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد 8 على الدايره، فالطريقه دي مفقده فريق بيراميدز خطورته تماما، خاصه ان كل الكور بتتشتت من ورا لقدام. فخطوره بيراميدز النهارده ما ظهرتش غير في 3 أو 4 كور. كوره عبد الله السعيد قدر يلعبها في العمق لفيستو مايلي اللي ما قدرش يستحوذ عليها او يعمل عليها كنترول، وطلعت منه بره لان هو حب يلعبها برجله الشمال فيرست تايم بس ما قدرش يستحوذ على الكوره. وكوره تانية اتلعبت من الشيبي برده من ورا طوليه لفيستو ميلي، الاثنين المدافعين بتوع مازيمبي اتلخبطوا فيها فنزلت لفيستو ميلي اللي استعجل في لعبها وحطها على طول، مع ان كان قدامه فرصه ان هو يرقص الجول لان الجول نزل قاعد على الارض، كان قدامه فرصه يرقص الجول ويحطها والجول فاضي، الا ان هو استعجل وحطها في ايد حارس المرمى. فمفيش خطوره كبيره جدا لبيراميدز. تقريبا باتشيكو لازم يعدل من اداء الفرقه ومن اماكن اللعيبه، خاصه عبد الله السعيد ورمضان صبحي، الاثنين دول عايزين كل واحد يروح في مكانه الطبيعي عشان يقدر يشكل الخطوره المطلوبه لفريق بيراميدز. فمحتاج الشوط الثاني تعديل من باتشيكو في اللعيبه، ومحتاج تغيير. عنده وليد الكارتي ممكن يغير له، عنده يايا توريه في نص الملعب لو لعب بيرتكاز لوحده مكان مهند لاشين هيكون افضل عشان يدي حريه اكتر لعبد الله السعيد، وده الافضل. وهنشوف الشوط الثاني ايه اللي هيحصل فيه وايه اللي احنا اتكلمنا فيه وايه اللي باتشيكو هيقدر يعمله او ايه اللي هيعمله من اللي احنا قلناه. في الشوط الثاني قدر باتشيكو ان هو يحرك دور عبد الله السعيد ودور رمضان صبحي، اللي خلى عبد الله السعيد مايل شويه ناحيه الشيبي، عملوا دويتو مع بعض كويس جدا وعملوا وانتوهات كتير مع بعض، والجبهه اليمين بتاعه بيراميدز فضلت هي اللي شغاله بل اشتغلت افضل. الشيبي عمل اكتر من عرضيه، عمل اكتر من هجمه، عمل اكتر من كوره، قدر ان بيراميدز ياثر بيها او يوصل لمرمى مازيمبي كتير جدا عن طريق فيستون ميلي. الشيبي نفسه قدر يوصل في كوره كان عامل فيها الفولو على كوره ارتدت من العارضه، من كوره لعبها فيستون ميلي جت في العارضه تابعها الشيبي بدماغه بس برضه بره الثلاث خشبات. قدر بيراميدز يوصل بشكل كويس جدا، احرز هدف قدر يحصل بيه على ال3 نقاط من المباراه. اتدخل مدرب مازيمبي بالتغييرات بحيث ان هو يلاحق النتيجه او يقدر يتعادل ويخرج ببونت على الاقل يعني من المباراه، الا ان باتشيكو قابله بتغييرات كلها تضييق مساحات وتقفيل نص الملعب. نزل يايا توريه وكان بيجهز تغييرين كمان مرعي واحمد توفيق في الوقت بدل الضايع، تغيير منه ان هو يقفل نص الملعب ويقفل مساحات اكتر على فريق مازيمبي وانه يضيع بيه اخر دقيقه، الا ان الحكم صفر قبل ما التغيير يتم اساسا. فمبروك لبيراميدز على مستوى النتيجه ومبروك اول 3 نقاط، الا ان الاداء مش الممتع او الاداء مش اللي يقول ان بيراميدز هيلاعب سان داونز، اللي يقول ان بيراميدز هينافس بقوه في البطوله دي. ولكن علشان ما نستغربش كتير، دي طريقه لعب باتشيكو من نوع اللي بيقفل دفاعي كويس جدا وبيقفل نص الملعب كويس جدا، ولكن عنده الجمل التكتيكيه وعنده الطريقه والكور الطوليه في العمق اللي بيوصل بيها للمرمى، هو بيحفظ لعيبته الشكل ده كويس جدا. فمش عارف نقلق على بيراميدز ولا ما نقلقش، يعني انا عندي ثقه في ان باتشيكو دي طريقته، وعندي ثقه ان باتشيكو محفظ اللعيبه جمل كتير جدا اتعمل منها حاجات كتير جدا النهارده ما بين عبد الله السعيد وما بين الشيبي وما بين رمضان صبحي. اتعمل كور طوليه كتير جدا من عبد الله السعيد ومن رمضان صبحي في العمق لفيستون مايلي او لفخري لقاي او لوليد الكارتي لما نزل. ففي شغل كتير باتشيكو بيعمله بصراحه وانا باثق في الحته دي، زائد ان هو دفاعيا ممتاز، هو بيعرف يجيب جون ويخطف ويجري. فنتمنى التوفيق لبيراميدز، نتمنى انها توصل لاعلى مرحله في البطوله ديت،
المهم ان احنا عندنا بيراميدز في البطوله دي وعندنا الاهلي في البطوله دي، نتمنى ان البطوله دي تكون مصريه سواء لبيراميدز او للنادي الاهلي، بالتوفيق لاي حد من الاثنين، ونتمنى ان البطوله ما تخرجش بره الاثنين دول. والى اللقاء في مباراه الاهلي وماديمبا غدا ان شاء الله. السلام عليكم.